وتميزت الحصة التدريبية التي جرت مساء اليوم بملعب أوكست دينيس بروح عالية وتركيز تام، كما ركز الناخب الوطني وليد الركراكي على الجوانب التكتيكية والتقنية والبدنية. ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في نهائيات كأس إفريقيا للأمم بمواجهة منتخب تنزانيا، وذلك يوم الأربعاء القادم برسم الجولة الأولى من المجموعة السادسة. وفي هذا السياق، قال المهاجم طارق تيسودالي في تصريح للقناة الرسمية للجامعة الملكية لكرة القدم إن الاستعدادات تجري في ظروف جد إيجابية، وإن اللاعبين مركزون بشكل جاد لتحقيق نتيجة متميزة في هذه البطولة. وأوضح المتحدث نفسه أنه يعلم بأن الجماهير المغربية حاضرة بقوة بسان بيدرو من أجل مساندة الأسود، والجميع يعلم جاهدا لنيل لقب كأس إفريقيا لإسعادهم.